بتجيلي احلام يا استاذه نهال، والله العظيم ما عندي عربيه ولا بعرف اسوق، كل شويه احلم ان انا بسوق عربيه ومش عارف اوقفها او مش عارف احود يمين او امشي شمال، المطبات مش عارف اتصرف فيها، ونفسي حتى اركن العربيه او السياره مش عارف اتصرف. الرؤيه دي وتكرارها له بعد نفسي قوي جدا. انت عندك مشاكل في حياتك وعندك حوارات، وبتقابل بعض الحاجات اللي المفروض بالنسبه لك انت مش عارف تتصرف فيها خالص. يعني لو قدامك عريس انت مش عارفه تاخدي القرار المناسب، لو انت متزوجه او انت متزوج انت مش عارف، لو عاد الرؤيه على الزوجه مش عارف تتعامل، مش عارف ازاي تقدر تتعامل في الحلو والوحش. لو عادت الرؤيه على شغلك فانت في شغلك كده الدنيا مش مظبوطه خالص. الرؤيه بتدل على انك محتاج اما تشتغل على نفسك او تقرب لربنا اكتر، استغفر، صلى على النبي كتير، ربما ده ابتلاء وانت عامل اللي عليك 100%، كل حاجه تمام لكن الامور مش ماشيه حلو، يبقى لازم تقرب لربنا، تفضي نفسك يوميا كده، ورد قرآن، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، استغفار كده لحد ما الموضوع ده يمشي من حياتك. اهم حاجة بس ما تكونش جاية في استخارة، لانك لو في استخارة على عروسة مثلا او انت مستخيرة على عريس وشفتي انك مش عارفة تسوقي العربية، ربما انك ما تعرفيش تتعاملي مع العريس ده، ربما في حاجة غير مناسبة. ولازم نعرف صفات العربية اللي انت ركبتيها حلوة قوي وجميلة واوبشنز وكده، ولا هي متكسرة ومتدشملة، كل حاجة ولها تفسيرها، ولكن في العموم هو فشل في شيء معين.